بيبتدي فيلم النهارده بجلسة محاكمة من حوالي 200 سنة لواحدة اسمها ليمبا سيراب لمعاقبتها على استخدامها السحر الأسود على البشر، وكانوا مكتفينها ورابطين إيديها علشان يقطعوا راسها. وبيقول الحاكم إن في ضحايا كتير راحت بسبب سحرها الأسود، وعلشان كده أصدر عليها حكم بالإعدام. لكنها اتكلمت وقالت أنا كنت بساعد الناس، وترجت الزعيم إنه ما يحكمش عليها، والناس كانت بتحدفها بالطوب. وبيقول لها الزعيم اطلبي المغفرة من ضحاياكي وتوبي إلى الله. وهي قالت لهم لما يجيلكم البؤس والجوع هتدوروا عليا، وأنا هديلكم المال والطعام. وبتقول للزعيم أنت كنت عقيم ما بتخلفش، وبسببي بقيت بتخلف ووهبتك الذرية وكل حاجة، وكل ده مش من عند ربك، لأ ده بسببي أنا. ويقول لها الزعيم استعدي للموت، وهي بتترجاه يسيبها تمشي، واللي هتموتهم كلهم زي الحيوانات. وبتضحك ضحكة شيطانية، وأمر الزعيم بقطع راسها، وهرب كل اللي كانوا واقفين. ولما قطعوا راسها المفاجأة كانت عينيها بتتحرك. ونرجع بقى للوقت الحاضر، بنلاقي بنت اسمها إيلين كانت مروحة، وظهر لها واحد بيقول لها انت رايحة فين، وضربها وبيقول لها ان من الافضل انها تسدد ديونها، وانها لازم تدفعها الليلة. فكسرت ازازة كانت على الارض وحطتها على رقبته، وقالت له اديني مهلة 3 ايام ادفع فيها ديوني وديون والدي. قال لها انت فاكر اني خايف؟ وجه يشيل الازازة من على رقبته، بس الازازة جرحت رقبته ونزف دم، وقال لها معاكي 3 ايام تدفعي فيها والا هتموتي. ومشوا علشان يروحوا للدكتور. ووصلت بيتها، بس قبل ما تخش شقتها خبطت على صديقها جاني اللي كان مخلي باله من اخوها باجاس علشان كان لسه صغير، وبتاخد باجاس من عنده. لكن وهي خارجه لقت صديقهم فترة بيتخانق مع ناس تانية، وقالت له ابعد عن فترة. وخدت باجاس ودخلت شقتها. اللي بيصحى من النوم وكان عايز يشرب وجعان، قالت له مفيش معايا غير شويه رز. قال لها يلا انا جعان جدا، وقعد ياكل وكانوا مبسوطين، وخلصت الليله دي على كده. لكن وهي نايمه حلمت انها في مكان غريب فيه اصوات غريبه مرعبه، وفجاه بيطلع عليها واحد شكله مرعب وبيقول لها تعالي معايا يا إيلين، انا مت بسببك، وامك برضه ماتت بسببك. وبيصرخ في وشها، وبتصحى إيلين من النوم مفزوعه من الكابوس اللي حلمت بيه. وتاني يوم بالليل راحت خبطت على جاني، وكان معاها صديقهم فيترا. وكان فيترا مش عايزها تروح معاهم العمليه، لكن هي كانت مصممه. وخلص الحوار انها تروح معاهم. ونزل فيترا وركب العربيه، وكان فيها صديقتهم زيا، وركب ورا جاني وإيلين اللي ما كانتش تعرف زيا ولا هي تعرفها. لكن جاني عرفهم على بعض، لكن زيا كانت متضايقه شويه من وجود إيلين معاهم، وحذرتها زيا ان جاني وفيترا بالنسبه لها زي العيله، ولو حصل لهم حاجه بسببها مش هتسامحها. مشوا بالعربية، وكانت مهمتهم إنهم هيسرقوا بيت كبير بعد ما أصحابه يمشوا. ووصلوا عند البيت وبيراقبوه، وقرروا إنهم يستنوا بالليل علشان يبدأوا تنفيذ العملية. لما جه الليل عليهم وزعت زيها عليهم الكشافات وأجهزة اللاسلكي، لكن ما كانش في حاجة فاضلة تاخدها إيلين، فقالت لها خليكي قريبة من جين. ونزلوا من العربية ونطوا فوق الباب ودخلوا البيت، وبدأوا يوزعوا نفسهم في البيت، وبدأ كل واحد في سرقة اللي يقدروا عليه واللي يكفيهم، بس مش عايزين طمع. لكن إيدن سرقت حاجات أكتر من اللي يكفيها. وجاني بيحط إيده في دولاب، وفجأة إيده جت على راس جثة وكان ماليها الدود. فترعب جاني وبص تاني بالكشاف لكنه ما شافش حاجة. وإيدن حست بوجود باجاس أخوها في المكان، فبتندع عليه. قابلها جاني بيقول لها ده مستحيل، إيه اللي يجيب باجاس هنا؟ يلا نمشي علشان الريحة هنا وحشة جدا. ونروح لفترة وهو بيسرق، وقف قصاد مراية وشاف فيها نفسه، لكنه شاف انعكاسه بيرفع إيديه، بيضحك ضحكة هستيرية. بدأت تنزل جثة مليانة بالدم والدود عليه، وقعد فترة يصرخ لحد ما كل حاجة اختفت. ودخل جاني وإيلين أوضة، وكانت الريحة فيها كريهة جدا، لكنهم اتفاجئوا بوجود جثة لبنت شابة مربوطة من إيديها ورجليها، وشوية جثث تانية موجودة، وفي ترابيزة عليها شمع أحمر منور بطريقة مرعبة. وكانت البنت اللي على الأرض بتتحرك وبتطلب المساعدة، فجري عليها جاني بسرعة، لكنه داس على مسامير كتير كانت في الأرض. وبيتصل جاني بزيا وبيقول لها جهز العربية بسرعة. وقال جين إننا لازم نساعدها علشان هي محتاجانا. وبيسألها جين إيه اللي حصل؟ مين عمل فيكي كده؟ وقالت له هما كانوا عايزين يضحوا بيا. بيسألها مين دول؟ لكن ما ردتش عليه. وقام بسرعة يفك الحبل، لكنه اتعور منه علشان كان في شوك. فجت إيلين ببلطة كانت معاها وقطعت الحبل وفكوا الحبل، وشالها جاني وخرجوا. لكن وهم خارجين كان في إيد حد تاني بتتحرك على الأرض، وخرجوا وقابلوا فيترا. بيفتحوا الباب لكن اتفاجئوا بوجود حيطة سد الباب، وحاولوا يخرجوا من باب تاني لقوه برضه مسدود بحيطة من بره، وكانوا مش عارفين هيعملوا ايه وهيخرجوا ازاي. لكن فترة فقد اعصابه وحاول يكسر الحيطة برجله او باي حاجة،
لكنه فشل لحد ما لقى أنبوبة بوتاجاز وحدفها على الباب وولع فيها بالولاعة وحصل الانفجار. لكنهم اتفاجئوا بأن الباب لسه مسدود والحيطة ما اتكسرتش. وطلب جاني من فيترا وإيلين إنهم يدوروا على أي مخرج من البيت ويعرفوا كل حاجة عنه، لأن البنت اللي لقوها كانت تعبانة ومش عايزاه يسيبها. وفيترا أدى سكينا لجاني علشان يستخدمها حماية ليه. ولما طلع فيترا وإيلين فوق دخلوا أوضة ولقوا لوحة كبيرة مكتوب عليها شجرة العيلة. شاف اسم سوكما بارتريكا ولقى اسم تاني مولود في نفس التاريخ، ستارسمي بارتريكا. ونروح لجاني اللي بيشوف البنت بتتكلم وبتقول كلام بصوت واطي، فقرب منها جاني وحط ودنه على بقها علشان يسمع بتقول ايه. لكن مفاجأة ان شكل عينيها اتغير بقى اسود مرعب، وفتحت بقها وخرج منها دودة كبيرة دخلت ودن جاني بسرعة وقالت البنت جميع البشر هيموتوا. وكان شكلها مرعب، وفضل جاني بيتلوى من دخول الدودة في ودنه. وفجأة بص قدامه شاف زي وفيترا وإيلين مقتولين ومحطوطين جوه شوال وعليهم دم ودود، ففضل يصرخ ويعيط. وفوق سمعوا فيترا وإيلين ونزلوا له بسرعة، لكن إيلين بتشوف باجاس قدامها وبتجري وراه، ويروح فيترا لجاني بسرعة. لكن جاني يشوفه البنت وما بيشوفش فيترا، وبيسألها جاني انت مين؟ عملت ايه لاصحابي؟ وقالت انا قتلت كل اصحابك. وكان فيترا بيقول له انا صديقك، لكن جاني كان شايفه البنت مش فيترا، وبترجع تقول له جه الوقت علشان تموت. وطلع جاني السكينة وفيترا بيقول له هات السكينة، وهي بتقول هقتلك، وبتمشي على الارض بشكل غريب. ولما جه فيترا ياخد السكينة هجم عليه جاني وضربه بالسكينة في ايده على اساس انه البنت، وبيصرخ بيقول لها انت قتلت كل اصدقائي وعيلتي. وفيترا بيقول انا صديقك. وفضل جاني يهجم على فيترا بالسكينة لحد ما السكينة جرحت وش فيترا وبعده عنه فيترا وصرخ من الالم. والبنت بتقول له انه مش هيسيب البيت ده ابدا. وبسرعة جري فيترا علشان يهرب من جاني وطلع فوق ودخل أوضة وقفل على نفسه، لكنه شاف كلام مكتوب بالدود والدم على السقف. وسقطت الدودة منهم ودخلت بقه واخترقت جسمه، وكان بيحاول يخرجها فضرب نفسه بالسكينة ببطنه كذا مرة علشان يخرج الدودة. وفي الآخر كل الدود اللي كان على السقف وقع عليه ووشه اتملى بالدم والدود. وبنخرج لزي بره اللي كانت بتكلم فيترا على لاسلكي وكان بيرد عليها، لكن فجأة بتظهر قدامها البنت وكانت هي اللي بتكلم زي على لاسلكي بصوت فيترا. وضربتها زي ووقعت على الأرض، لكنها قامت تاني بصوت ضحك مخيف وضربتها زي أكتر من ضربة على وشها، وفي ضربة لوحت راسها لورا إلا أنها عرفت ترجع راسها لقدام تاني. وخافت زي جدا وقالت لها البنت ما تهربيش يا زي، تعالي معايا هنروح مع بعض للجحيم. كل ده وهي بتصرخ وبتضحك ضحك شيطاني رهيب. وحاولت زي الهروب لكنها ما قدرتش ووقعت على الأرض وماتت في الحال. ونرجع لإيلين اللي كانت بتدور على أخوها باجاس، ودخلت أوضة وسقطت عليها دودة ودخلت جوه هدومها، وكان مفيش نور في الأوضة ولسه بتدور على باجاس لحد ما شافته فعلا قاعد وبيخبط راسه في الحيط وبتكلمه. ولف وداها جورنان فيه خبر عن حل اسمه ميت في البلد. وفجأة بيختفي باجاس، وجت تخرج فجأة ظهر لها الراجل اللي شافته في الحلم لكنها عرفت تهرب منه. وفجأة بتلاقي إيد راجل غريب على راسها وسحبها من على الأرض جنب جاني. ولما فوقوا شوية قال لهم أنا أنقذتكم من آثار السحر الأسود اللي ممكن يدفع ضحاياها للجنون، وإن السحر الأسود يستخدم الديدان لإثارة الهلوسة عند الضحية. وسألوا الراجل أنت سبت الست دي تمشي ليه؟ وقال له الراجل إنه حفيد مباه سراب. وبيقسم جاني إنه ما يعرفش حاجة عن المواضيع ديت وإن هما مجرد شوية حرامية دخلوا البيت علشان يسرقوه بس. وبيقول له الراجل أنت تعرف البنت اللي أنت فكتها خطيرة قد إيه وقوتها أنت ما تقدرش تتخيلها. وطلب منه جاني إنه يعرفهم بنفسه لأنهم مش عارفينه. وقال لهم الراجل إن اسمه يوريب ماهيسورو سليل أشراف المملكة زمان، وإنه منذ 20 سنة تم تكليفه بمهمة مطاردة الأشرار اللي بيعملوا السحر الأسود، ومنذ 22 ساعة جيت للبيت ده لإنهاء ورث بريونجان مباه سراب. فقالت له إيلين إيه اللي يخلينا نثق في كلامك؟ قال لهم ماشي، وحط إيده على راسهم وبقوا في حالة انصياع كامل لإرادته. وقال لهم علشان تعرفوا لازم تشوفوا كل حاجة بنفسكم أحسن من أي كلام. أبقوا واقفين كأنهم شايفين فيلم سينما بيتعرض قدامهم. وقال لهم يوريب انتم دلوقتي في جزيرة جافا في الماضي في وجود أقوى ساحرة في الوقت ده اسمها مباه سراب ستارسمي بارتريكا، وشافوها وراسها بتتقطع وإن عينيها وبقها كانوا بيتحركوا، وهي عندها القدرة لخلق كيان خارق للطبيعة واسمه خدام، وهم أطلقوا عليه اسم يوان جان واطلق عليه اسم ورجيت. وقالت مباه سراب إنه محدش هيقدر يقتلها وإنها وورجيت هيحيوا إلى الأبد. ومر على الوقت دوت 100 سنة لحد الجيل اللي اتولد في نفس يوم ولادتها باسم سوكما. وافتكرت إيلين الأسماء ديت اللي لقاها فيترا على لوحة شجرة العيلة وإنهم مولودين في نفس اليوم وإنتوا الاتنين اللي ساعدتوهم على الخروج، وإن اللعنة دي مش هتتكسر إلا عن طريق كيريس سير نو بيتنج. ورجعت مباه سراب بتقول إنها ممكن تموت النهاردة
لكن وورجت هتختار من ذريتها اللي هينتقموا لموتها، وإن كل البشر هتموت، لحد ما ضربها السياف وماتت. وقال لهم يورب إنه جه البيت ده علشان كده، لإنهاء طقوس إرث وورجت وسكمة، وإنه دخل عليهم وهم بيمارسوا الطقوس وقامت معركة بينهم، وضربهم يورب كلهم وقتل أم سكمة، وإنه هو اللي كتف سكمة بالحبل ونشر مسامير حواليها. وقال إنه قبل ما يلقى سير وبيتنج لازم يقاتلهم من الأول، يقتلهم أو يتقتل هو. بيحمد ربنا إنه قدر إنه يضعف سكمة مؤقتا لحد ما جم هما ودمروا كل حاجة. وبيعتذر جاني إنهم دمروا خطط يورب، وبيقول لهم يورب إنهم لازم يلقوا سيرنج بيتنج الأول، وإنه فقد منذ 200 سنة، وإنه حاسس بوجوده هنا في البيت ده، وإنه بيشعر بطاقة قوية جاية من المكان ده اللي كان أشبه بالبير الغويط. وقال يورب لإيلين إنه بيشعر بالبرد في جسم جاني وإنه على وشك الموت. ونزلوا كلهم البير على السلم اللي كان موجود، لكن فجأة كلهم يقعوا من على السلم ويسقطوا كلهم جوه البير. في نفس الوقت دوت كان في شخص شكله غريب قاعد جوه عشة فراخ بياكل الفراخ حية. وقاموا دوروا على مخرج، وبتقول إيلين إنها حاسة إنها جات المكان ده قبل كده، فبيقول لها جاني مستحيل، بتقول له إنها حلمت بالمكان ده. وفجأة لون عين إيلين بيتغير، وبيسأل يورب فين إيلين. في الوقت دوت سمعوا صوت تعويذة للحظ السيء وضد الشر، تعويذة الفرسان على الغاضبين لإعلاء الحق. وبيخرج الراجل اللي شكله غريب من العش على الصوت ده، وكانت إيلين داخلة عليهم، وكانت هي اللي بتقول التعويذة. ووقف قدامها يورب في حالة احترام، وراحت إيلين وحطت إيديها على مكان معين في الحيطة اللي اتكسر، وطلع من تحته سيف سيرنو بيتنج. وطلعت إيلين السيف من الجراب، ووقعوا كلهم واتكسرت الحيطان اللي كانت سد أبواب البيت. وسكمة شافت الوضع دوت وحصل انفجار، وكلهم لقوا نفسهم قصاد ترابيزة عليها شمع أحمر وقصاد سكمة، في مشهد يرعب اللي ما بترعبش. وكانت سكمة كالعادة ضحكها جنوني، وبتسألهم هو فين كيريس؟ قولوا لي فين واللي هقتلكم كلكم هنا. ونزلت سكمة على الأرض وبدأت تقول تعويذة خطيرة، وبدأت الديدان تطلع من الأرض، فجري جاني وإيلين علشان يهربوا، ما عرفتش تمسكهم سكمة. وفضل يورب اللي وقف يقول بسم الله العلي العظيم حاكم الكون، ويدعي ربنا إنه يخلصهم من الشر والأشرار، وإنه يرجعهم للجحيم بقدرة الله عز وجل. في الوقت ده عرف جاني وإيلين يخرجوا من البيت وبيجروا على بره، لكنهم لقيوا زي ميتة قدامهم. وفجأة سكمة هجمت على يورب ومسكت دراعه وشدته وخلعته من جسم يورب، وبتقول له حياتك وموتك في إيدي، وأنا ألقيت عليك تعويذة قالها الشياطين والجن. وفضلت تقول تعويذ تانية قوية صحت كل اللي كان ميت وموجود في المكان. وبنرجع لجاني وإيلين اللي بيحاولوا الهروب قبل ما يحصلهم باقي الميتين، لكن إيلين بتعرف تخرج، لكن جاني مرضيش يخرج وقال لها بدخلي أوضتي هتلاقي درج فيه الفلوس اللي محوشها، خديها اصرفيها عليكي وعلى أخوكي. قالت له لا اخرج معايا. فلما صمم جاني قالت له ان يورب قال انه على وشك الموت، قال لها ان العمر واحد والرب واحد، لو مكتوب لي هموت هموت، ولو مكتوب لي اعيش هعيش غصب عن يورب. وسابها ومشي، وهجمته باقي الكائنات لكنه قدر يضربهم، وراح لزي وقال لها انا مش هسيبك هنا. لكن بعد ما شالها من على الارض اتفاجئ بفترة بيهجم عليه من رقبته وبيمص دمه بشراهة كبيرة، وبيصرخ جاني وإيلين، ويقع جاني على الارض بيهجم عليه باقي الكائنات. وراحت إيلين على العربية وطلعت بيها، إلا أنها شافت قدامها سكمة وهي بتضحك ضحك شيطاني جنوني. وتاني تقعد سكمة على الأرض وبتقول تعويذها الخطيرة، والدود بيطلع من الأرض تاني يخش جسمها. وطلعت إيلين بالعربية بسرعة كبيرة، ووقفت سكمة قدامها ونطت على إزاز العربية وبتقول لها لازم تموتي دلوقتي. فقالت إيلين أنت اللي لازم تموتي، وخبطت إيلين العربية في شجرة. وكان لسه جاني بيبص عليها، وقدرت إيلين إنها تخرج من العربية وراحت لجاني بالسيف، بس في الوقت دوت ضعفت ومقدرتش تضرب فترة بالسيف، وقعدت مكانها تعيط لحد ما تحول لون عين جاني وشكله بقى مرعب. لكن سكمة هي كمان قدرت تزق العربية من قدامها وتخرج منها برضه، وهي بتضحك بتقول لها كلكم فاكرين ان الموت هو الخلاص من كل حاجة، لكن الموت هو قيامتي، راقبيني كده وانا هوريكي لعنة بباه سراب. فهجمت عليها إيلين وبدأت تضربها بالسيف، وقامت معركة بينهم، ومسكت سكمة السيف بإيديها وتقع إيلين على الأرض. وهجمت عليها إيلين تاني، لكن سكمة برضه مسكت السيف بإيديها، وفضلت إيلين تضغط بالسيف عليها في صدرها لحد ما بدأ السيف يجرحها والدم يطير من جسمها، وتصرخ سكمة جامد والديدان بتخرج من بقها، لكنها بتتحول فجأة لراجل بيقول لي إيلين قتلتي أبوكي وأمك، تعالي معايا في الجحيم أنا أبوكي. وبيزقها على الأرض ويمسك هو السيف، لكنه ما بيقدرش يشيل السيف ويرميها على الأرض تاني. وتهجم عليه إيلين وتمسك السيف وبتضربه على رقبته، وبترجع تتحول تاني لسكمة والسيف في رقبتها، وتاني بتضربها إيلين بالسيف وبتحول سكمة للهروب. وفضلت المعركة شغالة بين إيلين وسكمة، ولسه سكمة بتقول لها أنا حذرتك إن كل أحفاد مباه سراب هيكونوا. وفجأة إيلين بتكتم بقها
بتقول لها اخرسي، وفصلت راسها عن جسمها. وبعد ما قدرت إيلين إنها تنتصر على سكمة، رجعت بيتها مع بجاس أخوها، وبرضه بتلاقي الراجل اللي بيطالبها بالفلوس. ودته إيلين الفلوس كلها لكنه رخم عليها، فطلعت السيف وجرحته في رقبته تاني وهرب منها. وفجأة بيطلع لها يوريب وقال لها إن السيف المفروض نستخدمه في حاجات شريفة مش زي ما أنت عايزة، وإن طالع منك هالة غضب، علشان كده وكلك سيرنو بيتنج علشان تطهري الإرث زي أسلافك. وقال لها خلي بالك من السيف كويس لأنه اختارك أنت، فتستمدي من القوة، ولازم تعملي كده وبإخلاص، وإن المعركة لسه ما خلصتش على كده. وبيخلص فيلم النهارده على كده. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير علشان كل اصحابكم يشوفوه، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان دعمكم دوت اللي بيخليني اكمل علشان اقدم لكم كل جديد وجديد. ولحد ما اشوفكم الملخص الجاي اقول لكم سلام.